لو كانوا يؤمنون بالحوار حقا، وهم رجالات السياسة حقا واستشراف، يفكروا في مستقبل ولادهم قبل ما يفكروا في مستقبل ولاد البوليزاريو. هب أن قضية البوليزاريو سي اون كيستيون ليجيتيم، وقضية تاع حرية وديمقراطية وعدالة، شكون الأولى، ولادك ولا ولاد البوليزاريو؟ ولادك. أبا نلتهى بولادي قبل ولاد البوليزاريو، نلتهى ببلادي قبل ما نبدا بالبوليزاريو. نهار نخلص من بلادي نكنسها بيان، نسيقها بيان، ندير الورد بيان، وكل ياكلوا بيان، وكل يشربوا بيان، نهز لي جمال ونقول شكون اللي راه موش مليح في جيراننا؟ بوليزاريو. نعيط للملك تاع المغرب نقول والله ما قستهاش كينغ اوف موروكو، ما قستهاش خو. هاو الكينغ اوف موروكو عيط لك، قال لك روح نقعدوا في اوتور دون طابل ونبنيو المغرب العربي الكبير، وامي في طابلو غاز. اليوم، ماشي البارح، ماشي يا ديزون، اليوم لم اسمع هذا الملك مره واحده هدر في تفون ولا في شنقريحه ولا في الجزائر، جامي دو لافي. كلمه حق اقولها لكم باش نقول لكم باللي المغرب ماهوش عدو لكم، والشعب المغربي ماهوش عدو لكم. هذا النظام هو اللي حاب يخلق لكم اعداء اوتور دو فو باش ما تفكروش في المستقبل تاعكم. هاوش قال ملك المغرب اليوم التفون. ومن جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار. كما نجدد أروح نديروا علاقات جديدة تقوم على الروابط الأخوية. أروح عندهم ما تفرق فيا، أنا عندي علاقات مع الأمريكان ولا عندي علاقات مع اليهود؟ تي قلت باللي الجيري لا تتدخلوا في شؤون الآخرين، عندهم ما فرق فيا. لا جيت لك أنا قلت لك ماشي خاتم تاع الطريقة التيجانية وهذا شرك بالله. نو، tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. أنا جي ديسيدي دافوار دي ريلاسيون مع الأمريكان ومع اليهود. قطر ايزون ديسيدي دافوار دي ريلاسيون مع الأمريكان ومع اليهود، وأنت تحب قطر وقلت لهم ندافع عليها إذا مست أي دولة من الخليج كما تمست الجزائر. السعودية عندهم علاقات مع اليهود ومع الأمريكان في خطة أبراهام لتدمير فلسطين، وأنت تقول هذو صحابنا. وعلى هذوك كل صحابكم اللي راهم عندهم من ريلاسيون مع اليهود ومع الامريكان والمغرب نو، لانك ان كانش تخاف من العسكر. العسكر قال لك لازم تسب المغرب، سب المغرب، وهو في نفس الوقت يقول باللي والله الشعب المغربي خاوة خوتنا لانه شعب ظريف. نعم شعب ظريف، لكنك انت تقول مو هاني بقرة للعسكر اللي راهم يديو في 25 مليار دولار أو أكثر. هذا ما نسمعه في الميزانية اللي راكم تهضروا علينا بها. ختاما خاوتي، ختاما حابين يطربقوا جد حياتكم ويخليوها لاصقة بالفكير في الباسي. اسكو فو سا فوز انتيريس؟ المختصر المفيد. الصحفي غاني مهدي شخصيا كنت أتابعه منذ فترة طويلة، منذ سنوات. قلم حر في الجزائر، وقلة قلة للأقلام الحرة في الجزائر التي لا تزال حاليا تكتب ونشيطة على الساحة الإعلامية. طبعا غاني مهدي خارج الجزائر مستحيل يقول هذا الكلام، هو داخل الجزائر. أيضا كان مرشح للرئاسة الجزائرية، ولكن العسكر في الجزائر عذبوه ومحنوه وكرهوه في حياته، وما لقاش البديل غير أنه يهز حوايجه ويخرج خارج الجزائر. كلامه على صواب ومنطقي. الملك محمد السادس منذ شهور طويلة وهو يتكلم بشكل إيجابي على العلاقات المغربية الجزائرية على المستوى الشعبي على الأقل رغم كل هذه الأزمات، ولم يسيء نهائيا إلى دولة الجزائر.
لم يقطع العلاقات، لم يلغي الاتفاقيات، لم يقم بمصادرة أي شيء جزائري داخل المغرب، ولم يفتعل أبدا الأزمات. وحده النظام العسكري بالجزائر من افتعل كل هذه الأزمة والضجيج فقط لكي يخبئ ويداري فضائحه ومهازله داخل الجزائر. وآخر ورقة من أوراق التوت سقطت قبل أيام في مجلس الأمن، والنظام الجزائري أصبح الآن وجها لوجه أمام شعبه. كيف ستكون ردة فعله؟ هو الآن مجبر على تقديم توضيحات، ويعني السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كل هذا السيناريو؟ وماذا جنينا من وراء كل هذا السيناريو في عداوتنا ضد المغرب؟ النظام الجزائري لا بد أن يجيب على هذا السؤال. ويعني نتمنى أنه يعني على خطى ما رسمها الملك محمد السادس في علاقته مع الجزائر، نتمنى أنه الأمور تتحسن والعلاقات يعني تعود، لن أقول بشكل طبيعي لأنه هذه المسألة محتاجة إلى وقت كبير جدا، ولكن على الأقل تعود إلى ما كانت عليه قبل 2 أو 3 سنوات. الأمر مرهون والكرة في حجر النظام العسكري بالجزائر، وهو يعاني الآن من ضغوطات كبيرة جدا من المنتظم الدولي، وأيضا حتى من في الوسط ديالو، خصوصا وأن حلفائه يعني أصبحوا يقلون تدريجيا، وأصبح في شبه عزلة في شمال إفريقيا، ما عدا يعني علاقاته مع النظام التونسي وشيئا ما النظام الليبي. غير ذلك لم يعد محيط الجزائر الحيوي بالشكل الذي كان عليه في وقت سابق، وعلاقته مع دول الجوار حتى الجانب الموريتاني أصبح الآن يرفض الخوض كثيرا في أمور تمس السيادة المغربية والداخل المغربي، فقط من أجل إرضاء نزوات النظام العسكري بالجزائر. فالأمور أخذت منعطف حاسم، وقضية الصحراء المغربية يعني تطوى الآن، والحديث من الآن فصاعدا فقط عن مقترح الحكم الذاتي وآلية إنزاله على أرض الواقع. والمنتظم الدولي مجلس الأمن يعني طوت صفحة ما كان يسمى بالاستفتاء لأنه أصبح غير مجدي، والنظام العسكري بالجزائر وصنيعته البوليزاريو يجرون أديال الهزيمة.